بعد مرور 12 عاماً لن تصدقوا شكل طفل أغنية بابا فين مع هيفاء وهبي. منذ 12 عاماً حققت الأغنية التي أطلقتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بابا فين ضجة واسعة، والتي شاركها خلالها طفل وسيم يدعى جاد جابر، والذي استطاع أن يحفر مكانه في ذاكرة جمهور الفنانة اللبنانية. وبعد مرور سنوات عدة تداول رواد السوشيال ميديا صورة لهذا الطفل بعدما أصبح شابا وسيما، وفور نشر صوره سرعان ما انهالت تعليقات الإعجاب من قبل الجمهور، لا سيما وأن شكله اختلف كليا عما ظهر عليه وهو طفل. عانى جاد جابر البالغ من العمر 21 سنة في طفولته من فرط الحركة، مما جعل أسرته توجهه إلى التمثيل في الإعلانات وأغاني الكليب والمشاركة في تجارب الأداء أو الكاستينج، ليتم اختياره وعمره 9 سنوات من بين عدد كبير من الأطفال للمشاركة في فيديو كليب بابا فين مع الفنانة هيفاء وهبي. شارك جاد جابر في طفولته في أكثر من 12 حملة دعائية، وتوقف بعدها بسبب بعض المشكلات الصحية، وبعد إنهاء المرحلة الثانوية التحق بالجامعة لدراسة الهندسة الصناعية. يمتلك جاد جابر ما يقارب 32 ألف متابع عبر حسابه على تيك توك، حيث كان آخر فيديو شاركه يتحدث فيه عن موقف طريف وقع له في كواليس الأغنية، إذ لفت إلى أن والدته طلبت منه عدم الخجل حين مقابلته الفنانة هيفاء وهبي، إلا أنه بعد جلوسه بجانبها شعر بالإحراج، وكل ما كان يفكر به تهديدات والدته. وتابع: ما كنتش عارف أنا واقف قدام مين، وده لأني كنت صغير جدا، متذكرا بعض المواقف الطريفة التي جمعته بالنجمة اللبنانية. وأضاف أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سألته في البداية عن أي الفنانين يرغب في رؤيته، ليجيبها بأنه النجم تامر حسني، فقالت له: تامر حسني مرة واحدة. كما أنه في إحدى المشاهد رفض استكمال التصوير بسبب حالته المزاجية، وقال: جابولي شوكولاتة وأكل وحاجات حلوة وكانوا طيبين قوي معايا في التصوير. وأوضح أن تصوير فيديو كليب بابا فين استغرق ما بين 3 و5 أيام في بيروت، حيث حفظ الكلمات قبل التصوير بمساعدة والدته، وقال: كنت أتمنى العمل معها ما يخلصش. وقال جاد جابر: بسبب الأغنية مع هيفاء وهبي تعلمت اللهجة المصرية، حتى أن الكثيرين ظنوا أني مصري الجنسية، لافتا إلى أن ما يحزنه محاولاته الفاشلة في التواصل مع هيفاء وهبي، حيث حاول التواصل معها أكثر من مرة عبر أشخاص مقربين ولكن دون جدوى، حيث إنه لم يتحدث إليها من وقت تصوير الكليب. وأعرب جاد جابر عن حلمه في لقاء هيفاء وهبي مرة أخرى ليستعيد سويا ذكريات الفيديو كليب، وكذلك يتمنى رؤية الفنان تامر حسني قائلا: حاولت كتير أشوفه لما يجي لبنان لكن ولا مرة قدرت. وفي عام 2008 تم تصوير كليب أغنية بابا فين، وتم عرضه في عام 2012 ليمر نحو 12 عاما على تصوير الكليب، وهو عدد من السنوات كاف لكي يتحول بطل الكليب من طفل صغير إلى شاب وسيم.